انقطاع الوحي عن سيدنا محمد لمدة 15 يوم متواصل ورحلة من الأرض للسماء تسمى برحلة الإسراء والمعراج. يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام شاف فيها إيه؟ كل ده وأكتر في فيديو النهاردة. وقفنا المرة اللي فاتت لما الوحي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعرفوا إنه هيبقى نبي ورسول هذه الأمة. بدأ الوحي جبريل عليه السلام ينزل ويعرف بطل قصتنا إنه ما بقاش أي شخص، وبقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل بقى بعد ما الرسالة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل. بعد ما الوحي نزل على سيدنا محمد وعرفوا انه هيبقى رسول ونبي الامة دي، اسلمت معاه السيدة خديجة بنت خويلد زوجته، وعرض على صديقه الصدوق ابو بكر الصديق الاسلام، ووافق عليه بسرعة رهيبة ومن غير تردد، وكان اول من امن من الرجال. واول من اسلم من الفتيان كان علي بن ابي طالب، وامن معاه كمان زيد بن حارثة ابنه بالتبني اللي السيدة خديجة وهبته له ساعة ما اتجوزه، لو فاكر الحلقة اللي فاتت. الدعوة بدأت سرية جدا، وكانوا بيستخبوا من الناس وهم بيصلوا مثلا او هم بيدعوا ناس تانية للإسلام، وفضلوا على الوضع ده لمدة 3 سنين لحد ما جه أمر ربنا جل في علاه وقال لرسوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال له إنه يبدأ يجهر بدعوته. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وطلع على جبل الصفا ونده على الناس لحد ما اتجمعوا، وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وساعتها أبو لهب قال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ بدأت جهرية الدعوة وبدأ معاها اضطهاد قريش للمسلمين. بدأت الناس تحس إن الإسلام ده هو الصح، الإسلام ده دين بيأمرنا بعبادة إله واحد، إله بيأمر بالعدل والمساواة والإنسانية، وبينهى عن وأد البنات اللي ملهمش ذنب غير إن هم اتولدوا بنات، وبيأمر بالمساواة بين العبيد والسادة وما يفرقهمش عن بعض غير التقوى. فآمنوا بالإله ده واتبعوا دينه ورسوله. قريش طبعا ما عجبهاش الكلام ده كله، وشايفوه انك هتساوي كل الناس ببعض، ساده بعبيد، رجاله بستات، وهم طبعا مش عايزين ده. والسبب التاني هو الناس اللي كانت بتيجي من بلاد تانية عشان تزور الاله بتاعها اللي موجود حوالين الكعبه ده مش هتيجي. طب انا الاله الواحد ده انا ممكن اعبده في اي مكان، مش لازم اروح لمكان معين. طب وايه اللي كان مضايقهم في كده؟ اللي مضايقهم ان الناس اللي كانت بتيجي دي كانت بتنفعهم بالفلوس، وهم طبعا مش عايزين يخسروا الفلوس دي. قريش بقوا يحاولوا يقنعوا الرسول عليه الصلاة والسلام انه يسيب الدعوة دي وهيدول اللي هو عايزه، سواء فلوس او سلطة او كل حاجة، وحاولوا يخلوا عم الرسول عليه الصلاة والسلام ابو طالب يقنعه عليه الصلاة والسلام بانه يسيب الدعوة دي. وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الحديث ده مش محتاج شرح ولا توضيح اعتقد. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام مرضيش بالعرض ده، بدأت قريش يستقوا على المسلمين الضعفاء عشان يردوهم عن دينهم ويبقى لوحده. فضلوا يعذبوا المسلمين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما لقوا إن وجودهم في مكة هيسبب لهم أذى كبير جدا. وساعتها أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة للحبشة، وقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحدا. النجاشي ده ملك الحبشة اللي لا يظلم عنده أحد. قريش كان ليهم علاقة بالنجاشي وحاولوا يقنعوه بشتى السبل إنه ما يقعدش المسلمين عنده ويسيبهم، يا إما يرجعوا لمكة تاني وساعتها هيبقوا في قبضة قريش، يا إما يمشوا بعيد خالص. لكنه بعد ما سمع حجتهم وافق إن هم يقعدوا عنده لحد ما يجي أمر الله. قررت قريش مقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل أعوانه، بكل المسلمين، وحصارهم كمان. مفيش بينا أي حاجة، لا هنبيع لكم ولا هنشتري منكم ولا هتتجوزوا مننا ولا هنتجوز منكم. لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. وكمان في ظل حصار المسلمين ده تيجي وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها. خبر زي الصاعقة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة كانت أحب زوجاته ليه عن السيدة عائشة، اللي لما الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. السيدة عائشة نفسها بتقول في حديث فيما معناه إن كانت كل ما تيجي سيرة السيدة خديجة كان الرسول يقعد يثني عليها ويشكر فيها،
فالسيدة عائشة غارت زي أي ست عادية وقالت للرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلك خيرا منها، على نفسها طبعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل أولادها إذ حرمني أولاد الناس. السيدة خديجة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ما كانتش زي أي حد، لكن شخص تاني ما كانش زي أي حد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتوفى في نفس السنة، وهو عمه أبو طالب. والسنة دي أو العام ده اتسمى عام الحزن. لو فاكرين الفيديو اللي فات قلنا ان ابو طالب ربى الرسول عليه الصلاة والسلام وكان بيفضله على اولاده، فتخيلوا حب الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه ابو طالب كان عامل ازاي، وخبر وفاته ينزل زي الصاعقة الثانية في نفس السنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وابو طالب مع انه مات مشرك الا انه وقف في ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وحماه من قريش، لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان صعبان عليه انه يموت مش مسلم، وكان عايز يخليه ينطق الشهادة قبل ما يموت عشان يقدر يستغفر له، الا انه رفض واصر انه يموت على دين ابائه. وساعتها قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت ابو طالب ما نالت مني قريش شيئا اكرهه حتى مات ابو طالب. احداث صعبة كتير ورا بعض على الرسول عليه الصلاة والسلام، بس الرسول عليه الصلاة والسلام مش مع اي حد، الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله. ربنا يوديه رحلة عشان يخفف عنه الحزن اللي هو كان فيه. دي رحلة ما حصلتش قبل كده ومش هتتكرر تاني، رحلة في ناس لسه بتكذب حدوثها لحد دلوقتي. طبعا انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه، رحلة الإسراء والمعراج. لو جينا نتكلم عن الإسراء والمعراج فدول عمليتين مختلفتين تمام. الإسراء هو انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام في مكة للمسجد الأقصى في القدس، والمعراج هو صعود الرسول عليه الصلاة والسلام من الأرض للسبع سماوات. وهنا ينشق صدر الرسول عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة. المرة الأولى كانت وهو طفل ودي حكيناها في الفيديو اللي فات، والمرة الثالثة دلوقتي. طب المرة الثانية كانت فين؟ دي كانت عند نزول الوحي. مش مثبت ايه الدابة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ركبها في رحلة الإسراء والمعراج، لكن ليها وصف، هي دابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار واسمها البراق. دي كل المعلومات المؤكدة عن الدابة دي، اي حد يقول لك حاجة غير كده ده مصدر مش موثوق. انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة انا شخصيا كنت مستمتع جدا وانا بقرأها قبل ما احضرها، فيا رب اعرف اوصلها لك بطريقة تخليك تستمتع نفس المتعة. انطلق الرسول مع سيدنا جبريل لحد ما وصلوا للسماء الدنيا. قيل من هذا؟ طبعا الملائكة بتوع السماء بيسألوا من هذا؟ سيدنا جبريل رد وقال جبريل. قيل ومن معك؟ الملائكة بيسألوا سيدنا جبريل مين معاك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ولنعم المجيء. الرسول شاف سيدنا آدم سلم عليه، وسيدنا آدم قال له مرحبا من ابن ونبي. طلع الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل للسماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ولنعم المجيء. نفس كل حاجة هتتكرر في السبع سماوات عشان لو أنا تخطيتها بسرعة أو حاجة. وشاف سيدنا عيسى سلم عليه، سيدنا عيسى قال له مرحبا من أخ ونبي. وطلع سيدنا محمد وسيدنا جبريل للسماء الثالثة. قيل من هذا؟ قال جبريل، إلى آخر الحديث. أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا ولنعم المجيء. وكان اللي موجود المرة دي سيدنا يوسف. سيدنا محمد سلم عليه واتكلموا كلمتين وطلع للسماء الرابعة. نفس الكلام، من هذا؟ جبريل. من معك؟ محمد، إلى آخره. وفي السماء الرابعة سيدنا إدريس سلم عليه، طلع للسماء الخامسة سيدنا هارون، ثم السماء السادسة سيدنا موسى. لكن هنا استنى بس، انت رايح فين؟ لكن قبل ما يطلع للسماء السبعة سيدنا موسى بكى، قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. طلعوا للسماء السبعة نفس الحديث، قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد، إلى آخره. ولا في السماء السابعة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عليهم السلام جميعا عشان نسيت أقول تقريبا. سلم عليه طبعا كالعادة، وطلعوا بعدها للبيت المعمور. معلومة مبهرة عن البيت المعمور ده، البيت المعمور ده بيلف حواليه في اليوم 70,000 ملك. المعلومة المبهرة مش هنا، المبهر إن الملك الواحد من دول لو لف حوالين البيت المعمور ما بيلفش حواليه تاني، كل يوم 70,000 ملك مختلف. طلع بعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام لسدرة المنتهى. سدرة المنتهى دي فيها حاجات أنا وإنت مش هنعرف نتخيلها حتى بعد ما أنا قرأتها وبعد ما أنت هتسمعها دلوقتي. بص يا سيدي، الورق اللي في سدرة المنتهى ورق شجر أو ورق العشب يعني قد ودن الفيل، وفي 4 أنهار. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل عن ال4 أنهار دول، قال له نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. بعدها اتفرض على الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين 50 صلاة في اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نازل عدى على سيدنا موسى، سيدنا موسى سأله عملت ايه؟ فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له على اللي حصل. رد عليه سيدنا موسى وقال له انا اعلم بالناس منك وان امتك لا تطيق فارجع ربك فسله. التخفيف يعني. رجع الرسول عليه الصلاة والسلام لربنا وسأله التخفيف وتخففه ل40 صلاة.
ونازل اتعاد نفس المشهد ورجع وتخففوا ل 30 صلاة، ثم 20، ثم 10، ثم 5. وسيدنا موسى برضو قال للرسول عليه الصلاة والسلام اسأل ربك التخفيف، 5 في ناس كتير هتستصعبها، ودي حقيقة حاليا. لكن الرسول استحى، يعني هو شايف ان هم كانوا 50 وخلاص، انا طلبت كتير لحد ما وصلوا ل5. فنودي إني قد أمضيت فريدتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10، عشان يبقوا ال5 صلوات بجزاء 50 صلاة. شاف الرسول عليه الصلاة والسلام في الرحلة دي نهر الكوثر، والنهر ده هو نهر خاص بيه، وده إن شاء الله اللي هيسقي منه الناس يوم القيامة الشربة الهنيئة اللي لا نظمأ بعدها أبدا إن شاء الله، يا رب يجعلنا ممن يشربوا هذه الشربة يعني. طبعا الدليل إن أعطيناك الكوثر يعني مفيش حاجة أوضح من كده. بص، اللي فات ده كان حاجات حلوة بصراحة، لكن اللي جاي عذاب، حرفيا عذاب. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف ناس ضوافرهم من نحاس بيخربشوا وشوشهم وصدورهم، وسأل مين دول؟ قال له جبريل، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، اللهم احفظنا يعني. وشاف ناس بتقطع ألسنتهم وشفايفهم بمقاريض من نار، وسأل جبريل مين دول؟ قال هؤلاء خطباء أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. قريش حاولوا يعجزوا الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه انه يجي بمعجزة، فمن باب التعجيز يعني قالوا له شق القمر. لكن المفاجأة تحصل، يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا انه يشق القمر والقمر ينشق قدام عينيهم. وكان ايه ردهم؟ ساحر. في منهم اللي قال لو هو قدر يسحرنا مش هيقدر يسحر الناس كلها في الكوكب كله، يعني احنا نستنى اي حد جاي من بره مكة ونسأله. ولما جت ناس من بره مكة سألوهم حتى بطريقة غير مباشرة، يعني قالوا لهم اللي هو في سفركم ده شفتوا حاجة غريبة؟ قالوا لهم ايوه احنا شفنا القمر بينشق قدام عينينا. قالوا ايه بقى؟ ساحر كبير. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. بما اننا دخلنا في المعجزات، ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام كتير جدا، فخليني اقول لك معجزة كمان كده. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مرة بيصلي قدام الناس، فجاء ابو جهل وقال يفعر محمد وجهه في التراب بين اظهركم، يعني سايبينه يصلي قدامكم كده عادي. وحلف ساعتها ابو جهل باللات والعزى انه لو شاف الرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي تاني لهيدوس على رقبته برجله وهيفعر وجهه في التراب بجد يعني. شافه بيصلي وراح عشان يعمل كده، وساعتها اللي حواليه لقوه مره واحده بيرجع لورا وحاطط ايده على وشه. ساعتها اللي حواليه سالوه ما لك؟ قال ان بيني وبينه خندقا من نار وهولا واجنحه. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. وساعتها نزلت الايات كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. في مرة انقطع سيدنا جبريل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة 15 يوم متواصل. المشركين بقى في انقطاع الوحي ده في مصادر بتقول ان هم 6 مشركات اللي قالوا الكلام ده، قالوا له ما أرى صاحبك إلا قد قلاك أو سابك أو تركك يعني. قلب الرسول حس بالتعب جدا، ولما سيدنا جبريل رجع ينزل له تاني نزلت معاه الآية والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. كده نكون خلصت، لكن قبل ما تمشي انزل بسرعه اعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديو الجاي. الفيديو الجاي هنتكلم بقى عن الهجره للمدينه وتاسيس الدوله الاسلاميه والغزوات والحماس، كله جاي. اعمل سبسكرايب دلوقتي، وانت نازل كده عبر لي عن مدى اعجابك او عدم اعجابك بالفيديو ده من الزرين اللي تحت، واعمل شير لحد ممكن يهتم بنفس الموضوع، واكتب لي في كومنت لو في حدث معين انت عايزنا نتكلم عليه او نركز عليه في الفيديوهات اللي جايه. سلام. وعندي تصحيح بس على حديث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل، المفروض هي غسله، انا قلت غسله، والمفروض هو منتقع اللون وانا قلت منتقع. بس كده يا رب، بس تسامحوني يعني على هذه الاخطاء. شفت؟ قلاك، هي مش قلاك، هي قلاك، تركك، اللي السيده خديجه وهبته له ساعه ما اتجوزه، لو فاكر الحلقه اللي فاتت. هو فيديو ليه بقول حلقه؟ صحيح مش عارف. في منهم قال لو هو قدر يسحرنا مش هيقدر يسحر الناس اللي جايه من بره. بره فين؟ من بره مكه. والله اني مبسوط، والله لو مش هاخد من الموضوع ده غير الانبساط اللي ببسطه وانا بحضر ولا وانا بصور، انا موافق.
بعيدا عن الناس اللي بره في الشارع.